السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا أبطال تالتة ثانوي رجالة مؤمن حسن. يلا يا ولاد نتوكل على الله ونكمل منهج التفاضل بتاعنا. احنا راجعنا الحمد لله قواعد الاشتقاق، خدنا من القاعدة الأولى في سنة تانية ثانوي لغاية المشتقات العليا في سنة تالتة ثانوي. تعال بقى نخش على قاعدة كده كنت انت درستها في سنة تانية، بس احنا مش عايزينها لذاتها، احنا عايزينها عشان هي هتشارك معانا في مسائل تاني كتير، اللي هي اشتقاق الدوال المثلثية. اشتقاق الجا والجتا والظا والزطا والقا والقتا. اشتقاق الدوال المثلثية، بشتق الدالة المثلثية ازاي؟ انا درست الكلام ده السنة اللي فاتت يا مستر، ما انا عارف، بس انا عارف اكتر ان انت نسيه. صح؟ انا عارف، ده انا قديم يا ولا ده انا جد تعال دلوقتي عندي المشتقات العليا. لما اجيب المشتقة الاولى وبعدين اجيب المشتقة الثانية هلاقي مسائل كتير فيها اشتقاق دوال مثلثية. طب انا لو مش فاكر ده مش هعرف اسلك في المشتقات العليا، يبقى انا بدرس دلوقتي المشتقات بتاعت الدوال المثلثية علشان تخدم معايا على المشتقات العليا. صلينا على سيدنا النبي. طيب انا عشان ادرس اشتقاق الدوال المثلثيه لازم تعرف حاجتين يا بطل. ازاي تشتق الداله المثلثيه نفسها القابله للاشتقاق؟ طب والحاجه الثانيه، ازاي اتعامل مع الداله الممنوعه من الاشتقاق؟ لا بالراحه، واحده واحده عليا يا مس. طب خلينا في الاولانيه، امشي يا وحش، امشي يا اللي ممنوع انت. تعالى بالراحه واحده واحده. الداله القابله للاشتقاق جا، جتا، ظا، زطا، قا، قتا بس. طب مستر لو جت تربيع تبقى غير قابله للاشتقاق، لو جت اس 5 تبقى ممنوعه من الاشتقاق. واخد بالك انت؟ يبقى زي ما هم كده قابلين للاشتقاق. طب انا هشتق الدوال دي ازاي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كلمه ونص، 3 خطوات. الخطوه الاولى ضبط الاشاره. جا وظا وقا تحافظ على الإشارة في الاشتقاق. جتا، زطا، قتا تعكس الإشارة في الاشتقاق. هنساهم يا مستر؟ طب بلاش، الدوال اللي فيها حرف التاء تعكس الإشارة. جتا، زطا، قتا، هم الثلاثة فيهم حرف التاء. جتا، زطا، قتا، دول بيعكسوا الإشارة في الاشتقاق. الدوال اللي ما فيهمش حرف التاء بيحافظوا على الإشارة في الاشتقاق. يعني لو الإشارة موجب المشتقة موجب، الإشارة سالب المشتقة سالب. طب والدوال اللي فيها تاء تعكس الإشارة. خلاص؟ يعني جتا مشتقتها تبقى سالب، زطا مشتقتها تبقى سالب، قتا مشتقتها تبقى السالب. ليه؟ اصل فيها حرف التاء، التاء تعكس الاشاره. كده ربطتها لك عشان ما تنساهاش. حلو قوي. تاني حاجه اشتقاق الزاويه. ايه الزاويه دي كمان يا مستر؟ يا دي الزاويه ايوه انا مش فاكر يعني ايه. مش دي اللي جنبها ده اسمه الزاويه، الزاويه بتاعت الداله المثلثيه. اشتقاق الزاويه بيطلع بره. يعني مشتقة ألف س أس ن أشتقها إزاي؟ ما أنت عارف الأس بينزل يتضرب في العامل، والأس نفسه بينقص واحد. يبقى مشتقة الألف س أس ن دي هتبقى إيه؟ نون ألف س أس ن ناقص واحد. كل فرح العمدة ده بقى يطلع بره أهو. يبقى جاء تحافظ على الإشارة موجب، مشتقة الزاوية طلعت بره أهي طلعت بره. مشتقة الجاء جاتان، والزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. لا قول تاني يا مستر. طب تعال نشوف اللي وراها. الزاوية هنا ايه مستر؟ الزاوية هنا ألف س أس ن. حلو، يلا نشتق. بسيطة يا مستر. جاتان فيها حرف التاء تعكس الإشارة، كانت موجب تبقى سالب. اشتقاق الزاوية النون هتنزل تتضرب في الألف والأس نفسه ينقص واحد، تبقى نون ألف س أس ن ناقص واحد. طلعت بره أهي جنب السالب. اشتقاق الجتا جا
طب والظا يا مستر؟ يلا تاني، يلا. الظا تحافظ ولا تعكس؟ ما فيهاش حرف التاء، يبقى تحافظ، يبقى موجب. اشتقاق الزاوية نون ألف س أس نون ناقص واحد يطلع بره. اشتقاق الظا ق تربيع. الزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. زتا تعكس الإشارة في الاشتقاق، اشتقاق الزاوية يطلع بره. مشتقة الزتا قتا تربيع. القاء تحافظ على الإشارة، اشتقاق الزاوية بيطلع بره. طب واشتقاق القاء؟ قا في ظا. اشتقاق القتا قتا في زتا. تعال بقى يا باشا نقولهم سوا تاني كده، نقولهم كلهم كده تاني سوا عشان ايه ما تنساش. صلي على سيدنا رسول الله. عايز اشتق دالة مثلثية، واحد اظبط الإشارة، جتا زتا قتا تعكس الإشارة، جا زاقا تحافظ على الإشارة. تاني خطوة اشتقاق الدالة اشتقاق الزاوية بيطلع بره. تالت خطوة اشتقاق الجا جتا، اشتقاق الجتا جا، اشتقاق الظا قا تربيع، اشتقاق الزتا قتا تربيع، اشتقاق القا قافظة، اشتقاق القتا قتا في زتا. الجدول ده حاطط لك فيه الست دوال القابلة للاشتقاق. مستر يعني لو عندي مسألة زي دي اهي عايز اشتق هتصرف ازاي؟ تصلي على سيدنا النبي. الدالة اشوف الاول الدوال اللي معايا دي قابلة للاشتقاق ولا ممنوعة من الاشتقاق؟ والله يا مستر 3 جا الجا نفسها قابلة للاشتقاق، 4 جتا الجتا نفسها قابلة للاشتقاق، حد مطلق ده هتبقى مشتقته صفر. يبقى الدوال اللي قدامي دي قابلة للاشتقاق. طب ما تيجي نشتق المسألة. الدالة اسمها ايه؟ صاد. يبقى المشتقة يا مستر اسمها دال صاد، اسمها دال صاد على دال س. الله ينور عليك وعلى والديك. يساوي. يلا نشتق. جا تحافظ على الإشارة، الإشارة موجب يبقى المشتقة موجب. مشتقة الزاوية مشتقة الاتنين س ب2 تطلع تتضرب بره 2 في 3 ب6. مشتقة الجا جاتا. الزاوية لا تتأثر بالاشتقاق، الزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. نكتبها تاني. تساوي 6 جتا 2 س. يلا تاني. جتا تعكس الإشارة كانت موجب بقت سالب. مشتقة الزاوية، يلا اشتق الزاوية دي، الزاوية اهي يا ولد اوعى تنسى، يلا اشتق 2 في 5 ب10 س يا مستر. طلعها تتضرب بره في الأربعة 40 س. جدع. طب ومشتقة الجتا جا، والزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. طب والسبعة صفر بس، خلاص تم الاشتقاق. شفت سهلة ازاي؟ ما فيهاش حاجة. يبقى الدالة لو قابلة للاشتقاق دي سهلة ميشو. الله، امال انت بتقول ان في حتة صعبة. ايوه لو الدالة ممنوعة من الاشتقاق، بس اصبر عليا اما اعلمك القابلة للاشتقاق. تعال نشوف مسألة كمان. انا مثبت لك القواعد في كل السلايدز علشان حضرتك تبقى ماشي معايا واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا مستر ال3 س تكعيب دي مضروبه في الجا 5 س دي. الله ينور عليك. يبقى انت دلوقتي مع قاعده ايه يا جميل؟ حاصل ضرب دالتين، اللي هي القاعده رقم 3 في سنه تانية ثانوي. القاعده دي كانت بتقول ايه بالصلاه على النبي؟ كانت بتقول مشتقه الاولى في الثانيه كما هي زائد مشتقه الثانيه في الاولى كما هي. يلا ننفذ عمل يا استاذ، يلا بينا. الداله اسمها ايه؟ صاد. يبقى المشتقه اسمها دال صاد على دال س تساوي مشتقة الأولى. اشتقاق عادي يا مستر، 3 في 3 ب9 س تربيع في الثانية كما هي جا 5 س زائد مشتقة الثانية. يلا نشتق دي كده. والله يا مستر الجا بتحافظ على الإشارة في الاشتقاق يبقى موجب. مشتقة الزاوية دي 5 تطلع بره. مشتقة الجا جتا، الزاوية لا تتأثر بالاشتقاق.
ادي مشتقة الثانية، اوعى تنسى انت كنت بتقول ايه؟ استنى كده اما افتكر. مشتقة الأولى في الثانية كما هي زائد مشتقة الثانية في الأولى كما هي. الله. طب هي المسألة كده مترتبة يا مستر؟ لا طبعا. الحد الأول ده مرتب زي الفل، هيبقى د ص على د س يساوي 9 س تربيع جا 5 س. ده مرتب ما فيهوش لف ودوران. طب وده؟ ال3 س تكعيب دي لما اجي اضربها في 5 جت 5 س، قول لي بقى يا صديقي اضربها في الخمسه ولا اضربها في ال5 س؟ في الخمسه بس يا مستر. ليه يا حبيبي؟ هضربها في الخمسه يا مستر، ما تضربش في ال5 س، عشان ال5 س دي اصلا زاويه، والزاويه لا هتتضرب ولا تتجمع ولا تتقسم ولا غير، وما ينفعش اضرب ال3 س تكعيب الحد في الزاويه، ما ينفعش اضربه في الحد. يبقى 5 في 3 س تربيع ب 15 موجب 15 س تكعيب. 5 في 3 س تكعيب ب 15 س تكعيب جتا 5 س. وكده مسألتي تمت. مستر ينفع اخد ال3 س تربيع عامل مشترك وافتح قوس حسب اختياراتك بقى؟ الاختيارات فيها عامل مشترك خدنا العامل المشترك، ما فيهاش ما خدناش. طب لو فيها يا مستر، يا عم اهو تعال خد بالك دي خطوه زياده. د ص على د س هتساوي، والله انا ممكن اخد ال3 س تربيع عامل مشترك، لان ده يبقى على 3 س تربيع وده يبقى على 3 س تربيع، وهفتح قوس كده واقسم المساله كلها على 3 س تربيع. 9 على 3 فيها ال3 س تربيع على س تربيع طارت فاضله الجا 5 س بس. 15 على 3 بموجب 5 س تكعيب على س تربيع فيها السين، عشان عند قسمة الأساسات المتحدة نطرح الأسس، والجتا 5 س نزلت زي ما هي. والله لو لقيت الاختيارات بتاعتي مكتوبة بالمنظر ده خلاص هاخد ال3 س تربيع عامل مشترك، لقيتها زي اللي فوق خلاص ما عنديش مشكلة خالص. واخد بال حضرتك؟ يبقى المسألة هنا برضو ما كانش فيها أزمة، لأن الدالة دي مش ممنوعة من الاشتقاق، دي جاء قابلة للاشتقاق عادي خالص، بس ارتبطت بحاصل ضرب دالتين من سنة تانية ثانوي. يبقى اللي مش مراجع كورس التأسيس بتاعنا بتاع قواعد الاشتقاق يجي هنا يعطل، برغم ان المسألة ما فيهاش حاجة، مسألة سهلة خالص. تعال نشوف مسألة كمان من نفس الفصيلة، بس هنحط بقى ايه تكة زيادة جديدة. احنا كده نطلع بقى كده شويه، ايوه نظبط بقى هنا الاداء. ليه يا مستر؟ اقول لحضرتك هي الجا تربيع تقبل الاشتقاق؟ لا والله مش موجوده في الجدول جا تربيع دي. حلو، يبقى انا هتصرف ازاي؟ والله قدامك سكه من 2 يا دكتور. السكه الاولانيه انك تعامل الجا تربيع والجتا تربيع او اي داله مثلثيه تحمل اس على انها دالة. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ هقول لحضرتك تعالى معايا كده. لو انا هكتب حاجه كده بره المساله، لو قلت لك ان صاد بتساوي جتا اس 5 3 س، ده معناه ايه؟ والله جتا اس 5 دي ممنوعه من الاشتقاق، مفيش قاعده اشتقاق لجتا اس 5، بس انا بفهم، فانا هكتب الجتا اس 5 دي كده، هقول صاد بتساوي قوس جواه جتا 3 س فوق اس 5. مش دي كده الدالة اللي انا علمتها لك في سنة تانية ثانوي، وعلمتها لك وراجعتها لك في الكورس التأسيسي اللي كنا بنشتقها ازاي؟ مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. واخد لي بالك؟ تعالى لي يلا بينا. الدالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها د صاد على د س تساوي مشتقة القوس، الأس هينزل يتضرب في العامل والأس نفسه هينقص 1 يبقى 4، الجتا 3 س كما هي في مشتقة ما بداخل القوس. يلا نشتق اللي جوه. والله جتا بتعكس الإشارة في الاشتقاق، اشتقاق ال3 س 3، اشتقاق الجتا جا، الزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. يبقى ادي مشتقة القوس، تعال نقسمهم، ادي مشتقة القوس وادي مشتقة ما بداخل القوس. تعال بقى نرتب مسألتنا يا بطل. نلاقي عندنا بنقول ان د ص على د س بتساوي،
يلا نرتب مسألتنا. والله يا مستر الخمسة دي هتتضرب في اللي بره، بنضرب اللي بره في اللي بره، يبقى 5 في سالب 3 جا 3 س بسالب 15 جا 3 س. طب والقوس اللي أس 4 ده، رجع بقى الأربعة دي لأصلها، أس على الجتا كده تبقى جتا أس 4 3 س. بس يا باشا خدت بالك؟ يبقى لو عندي دالة مثلثية تحمل أس، ممكن أحطها جوه قوس وأعملها معاملة دالة الدالة. خدت بالك؟ الجا تربيع والجتا تربيع ليهم خاصية خاصة بيهم هم يا ولاد. الجا تربيع والجتا تربيع دول ممكن اشتقهم على انهم حاصل ضرب دالتين عادي زي ما عملنا كده سوا مع بعضنا، وممكن نحطها جوه قوس وعليه تربيع عادي خالص اهي. تعالى نكتبها بنفس الطريقة اللي احنا لسه قايلين عليها. هتبقى ص بتساوي 3 وادي القوس الجميل اللي جواه جا 2 س الكل أس 2 ناقص 5 وادي القوس الجميل اللي جواه جتا 6 س الكل أس 2. كده بقت دالة دالة تعامل معاملة دالة الدالة اللي هي مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. طب اشتق لي كده يا مستر، يلا بينا يا بطل، ولا بنخاف ولا بنتهدد. الدالة اسمها ص، يبقى المشتقة اسمها دال ص على دال س. يلا نشتق. مشتقة القوس انزل يا 2 الضرب في التلاتة ب6. طب والقوس بقى أس كام؟ القوس بقى أس 1 يا مستر. يعني ما فيش داعي ان احنا نعمله. حاضر. جا 2 س ادي مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس في مشتقة ما بداخل القوس. تعال نعمل مشتقة ما بداخل القوس بلون لوحدها عشان ما نتلخبطش. مشتقة الجا 2 س جا بتحافظ على الإشارة، الاتنين طلعت بره. مشتقة الاتنين س الاتنين مشتقة الزاوية طلعت بره. مشتقة الجا جتا وادي الاتنين س. مشتقة الأولى في الثانية كما هي، واحنا قلنا مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. هنكرر الكلام تاني مع دي بقى يا شباب. يلا نكرر الكلام تاني. دي دالة اهي برضو. مشتقة القوس انزلي يا 2 الضرب في السالب 5 اللي بره بسالب 10. والقوس هيبقى أس 1 مفيش داعي لكتابته. ادي مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. يلا نشتق اللي جوه القوس. جتا بتعكس الإشارة، اشتقاق الزاوية 6 بيطلع بره، اشتقاق الجتا جا وادي ال6 س. مستر أنا عايز أرتب المقدار ده. يلا يا بطل رتب المقدار وأنت اتشليت. يبقى هنقول له إذن دال ص على دال س لما نرتبها هتساوي. يلا يا بطل قول. موجب في موجب بموجب 6 في 2 ب 12 جا 2 س في جتا 2 س سالب في سالب بموجب 10 في 6 ب60 جا 6 س في جتا 6 س. حلو الكلام؟ كلام جميل. بس كان عندك في حساب المثلثات وانت في سنة تانية ثانوي قانون، مش عارف انت فاكره ولا لأ، بس القانون ده فين بقى؟ فين اهو. تعال لي كده يا بطل اهو. المتطابقات المثلثية. الجدول ده انا لميت لك فيه قواعد الدوال المثلثية اللي انت خدتها في السنوات السابقة، في سنة أولى ثانوي وثانية ثانوي. كل المتطابقات لمتها لك. جا في قتا بكذا، والقتا في جا بكذا، وواحد زائد ذا تربيع بكذا. الجدول ده يا ابني انت محتاج تحفظه علشان أي دالة عايز تختصرها في الدوال المثلثية انت محتاج ترجع للجدول ده. الجدول ده بيتحفظ، هحفظه بدلك. اللي بيتفهم انا اشرحه لك، لكن اللي بيتحفظ هو انا هحفظه بدلك. انت اللي لازم تحفظه بنفسك. يبقى لازم تبذل جهد يا بطل.
واخد بالك؟ الجدول ده لازم يتحفظ كويس جدا. فانا عندي جا 2 سيتا بتساوي 2 جا سيتا جتا سيتا. ايه علاقه الكلام ده باللي معانا يا مستر؟ اهو يا عمنا، مش ال 12 دي تعتبر 6 في 2؟ يعني انا ممكن اقول ان الدال صاد على دال س. انا بكتبها لك بلوك كاني بكتب مساله من اول وجديد اهو. انا عايز اختصر المقدار ده. ال 12 دي انا اقدر اكتبها 6 في 2 جا 2 س جتا 2 س. انت عملت كده ليه؟ ادي القانون اهو يا ولد. اهو. الله، ايه ده؟ يعني الستة دي هتنزل، واتنين جا س جتا س دي هشيلها كلها واحط مكانها جا ضعف زاويتها. ايوه اهي، 2 جا سيتا جتا سيتا بدلهم جا 2 سيتا، يبقى 2 جا جتا والزاويه هي الزاويه بتتحول لجا واحده بضعف زاويتها. قولها تاني، 2 جا جتا والزاويه هي الزاويه تتحول ترجع لاصلها لجا واحده، جا واحده ضعف زاويتها 4 س. طب ودي يا مستر؟ ما هي نفس الكلام يا عبيط. زائد ال60 دي اعتبرها 30 في 2 وجنبهم جا 6 س جتا 6 س. خدت بالك؟ يبقى ال30 دي هتنزل والاتنين جا جتا والزاوية هي الزاوية، 2 جا جتا والزاوية هي الزاوية تتحول لجا واحدة ضعف زاويتها 12 س. ويبقى دي أجمل صورة للمشتقة يا دكتور. واخد لي بالك؟ يبقى أجمل صورة للمشتقة 6 جا 4 س زائد 30 جا 12 س. مستر انت كنت بتقول في طريقة تاني. في طريقة تاني. افكر؟ افكر. تعال نفكر سوا. هو احنا هنعجز ولا بنخاف ولا بنتهدد؟ انا عايزك تحل التفاضل بمزاج بمتعة. ما تحلش المسألة وتجري. ما تخليش هدفك انك تحل المسألة. خلي هدفك انك تفهم وتستمتع وانت بتحل المسألة. التفاضل وجبة عظيمة طعمها رائع، بس محتاجة حد قاعد بهدوء. 50 الشاي بتاعتك، مج النسكافيه بتاعك، قلمك، آلتك، كشكولك، وتعالى نتدلع سوا على مهلنا خالص. ما وراناش حاجة. المسألة نحلها بمرة 2 3 10 بطرق مختلفة. دماغنا توسع عشان تستوعب اللي جاي من المنهج يا شباب. أنا هسيب قدامك الإجابة دي، أنا بس همسح الطريقة اللي احنا حلنا بيها. أهي أنا هسيب قدامك الإجابة النهائية، همسح الطريقة اللي احنا حلنا بيها. امشوا انتوا بقى يا وحشين، انتوا وحشين، امشوا خالص. الطريقة انت وحشة يا الطريقة دي. الطريقة دي الواد ما فهمش. امشي 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 امشي. مش عايزين. خلاص، ده الناتج النهائي. ده أجمل مشتقة اهو يا ابني. ده صاد على ده س تساوي. ده اللي احنا جبناه بالطريقة اللي فاتت لما عملنا جا تربيع وجتا تربيع على إنهم دل. صليت على النبي؟ طب هو أنا ممكن أحلها بطريقة تانية يا مستر؟ هعلمك تحلها بطريقة تاني وتالت ورابع. أنا عايز دماغك تبقى دماغ عبقري. ماشي؟ ما عندناش هدف مكسب مادي ولا اي حاجه الحمد لله، فاحنا مش محتاجين نجري. اقعد كده، تعالى معايا. جا تربيع اقدر اشتقها بطريقه تاني. تعالى كده نبص في جدول المتطابقات سوا. ايه ده؟ دي جا تربيع قيمتها كام؟ نص ناقص نص جتا ضعف زاويتها. لا قولها تاني معايا، قولها تاني عشان تحفظها. الجا تربيع ممكن اعوض عنها بكام؟ نص ناقص نص جتا ضعف زاويتها. نص ناقص نص جتا ضعف زاويتها. طب نرجع لمسألة. طب والجتا تربيع نفس الكلام، نص زائد نص
جتا ضعف زاوية. استنى يا مستر، هي دي جتا ودي جتا ولا انت غلطان؟ لا، هما الاتنين جتا. يعني دي جا تربيع تساوي نص ناقص نص جتا ضعف الزاوية، وجتا تربيع بتساوي نص زائد نص جتا ضعف الزاوية الأصلية. يعني لو الزاوية الأصلية 2 س يبقى ده 4 س. لو الزاوية 10 س يبقى ضعف الزاوية 20 س. أيوة. طب وده ايه علاقته بمسألتنا؟ تعال نرجع كده للمسألة. تعال يا مسألة. الله، جا تربيع، ما تيجي نشيلها، يعني نخلي المسألة شكلها كده. ادي صاد بتساوي، تعال يا 3، وهنفتح قوس نحط جواه الجا تربيع. هنجيب الجا تربيع من الجدول بتاع المتطابقات، نص ناقص نص جتا ضعف الزاوية. الزاوية هنا 2 س يبقى ضعفها 4 س. الله ينور عليك، بتقول معايا اهو 100 100. يلا تاني، ادي الناقص 5 وادي قوس. يلا نشيل الجتا تربيع ونجيب قيمتها من الجدول. قيمتها في الجدول كانت كام؟ نص. قيمتها كانت نص زائد نص جتا ضعف زاويتها. طب زاويتها 6 س يبقى ضعفها كام؟ 12 س. عظمه يا سيد الناس. مستر فك لي الاقواس دي كلها عشان اعرف اشتق. يلا بينا، ما تفك انت. يبقى صاد بتساوي، يلا يا بطل، 3 في نص ب3 على 2. 3 في سالب نص بسالب 3 على 2 جتا 4 س. سالب 5 في نص بسالب 5 على 2. سالب 5 في نص بسالب 5 على 2 جتا 12 س. كده بقت جاهزة للاشتقاق. يلا يا عم الحاج نشتق. أنا مخلي لك المشتقة مكتوبة تحت اهي علشان نقارن ما بينهم. يلا نشتق يا دكتور، واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها د صاد على د س. 3 على 2 مشتقتها 0. السلام. جتا هنمر ب3 مراحل في الاشتقاق. تعكس الإشارة يبقى موجب، موجب في البداية ما تتكتبش. مشتقة الزاوية تطلع تتضرب بره. مشتقة ال4 س 4 تطلع تتضرب في 3 على 2 ب6. مشتقة الجتا جا، الزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. مشتقة 5 على 2 0، عدد حقيقي لوحده معه سينات، مشتقته 0. جتا تعكس الإشارة تخليها موجب. مشتقة الزاوية 12 تطلع تتضرب بره. 5 على 2 في 12 ب30. مشتقة الجتا جا، الزاوية لا تتأثر بالاشتقاق 12 س. ادي المشتقة في أجمل صورها. بالطريقة الثانية لما لجأنا لجدول المتطابقات، شلنا جا تربيع حطينا بدلها نص ناقص نص جتا ضعف زاويتها. شلنا الجتا تربيع حطينا مكانها نص زائد نص جتا ضعف زاويتها، ورتبنا مسألتنا واشتقينا. يا ترى المشتقة دي هي المشتقة اللي جبناها بالطريقة اللي فاتت؟ يا ترى هتطلع كده ولا مختلفة؟ تعال نقارن سوا كده. أعتقد مش محتاج أفتح بقي. أهو يا باشا، قارن أنت. 6 جا 4 س زائد 30 جا 12 س. اشتقيت بالطريقة الأولى وصلت للحل، اشتقيت بالطريقة الثانية وصلت للحل. عشان أنت بتفهم، أنت تستحق أنك تفهم المنهج مش تحفظ المنهج. والمنهج بتاعنا في منتهى الجمال، منهج ممتع يستحق أن أنت تفهمه ويستحق أن أنت تستوعبه. كأنه يعني إيه؟ يعني أنت عارف، أنا مش عارف أجيها لك إزاي. أنت لازم تستمتع بان انت بتاخد الوجبة الرائعة دي، لازم تستمتع بالاكلة الحلوة دي. واخد بالك؟ منهج التفاضل بتاعك منهج فيه منتهى المتعة يا ابني. اوعى يعقدوك منه، واوعى انت تخاف من المسائل
على مهلك واحدة واحدة كده مع جده، وتعالى حضرتك نشوف المسألة اللي وراها. بسم الله. ايه ده بقى؟ مالك خايف ليه؟ يا مستر اصل القا دي اعوذ بالله شكلها وحش، المشتقة بتاعتها قافظة كده وبتلخبط. ولا بتلخبط ولا اي حاجة. ايه قا ومش قا وكلام فاضي، ولا بنخاف ولا بنتهدد. وقف الفيديو وحلها. وقف انت الفيديو وحلها. مستر اصل هغلط. اغلط. امال انا موجود ليه؟ ما انا موجود عشان انت تغلط وانا اساعدك وازقك لغايه ما تتعلم الدنيا ماشيه ازاي. تعالى يا بطل يلا بينا. حلتها؟ شايف حلك في كشكولك؟ طيب عينك في كشكولك وعينك معايا على السبوره. الداله اسمها صاد بتساوي قا. هي القا قابله للاشتقاق ولا ممنوعه محتاجه اروح للمتطابقات؟ انت كده فهمت قصه جدول المتطابقات دي لازمتها ايه؟ جدول المتطابقات ده عشان لو داله ممنوعه اعمل ايه؟ اروح لجدول المتطابقات اجيب قيمتها واحطها واشتقها بس كده مش اكتر. او طلع لي ناتج ضخم وعايز اختصره، اروح لجدول المتطابقات واختصره. القاء لا ده ولا ده. القاء قابله للاشتقاق اهي جاهزه زي الفل. طب ما يلا نشتقها. معلش يا مستر فكرني بالخطوات. والله ما اكسفك، والله لا اقولهم تاني. اول خطوه ضبط الاشاره. جا وظا وقا ما فيهمش حرف التاء، يحافظوا على الإشارة. جتا زتا قتا فيهم حرف التاء يعكسوا الإشارة. شغال؟ طب وبعد كده اشتقاق الزاوية بيطلع بره. اشتقاق الزاوية بيطلع بره. طيب اشتقاق الدوال المثلثية عد على صوابعك. اشتقاق الجاء جتا. اشتقاق الجتا جا. اشتقاق الظا قا تربيع. اشتقاق الزتا قتا تربيع. اشتقاق القا قا في ظا. اشتقاق القتا قتا في زتا. يلا بينا يا بطل. الدالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها دال صاد على دال سين يا مستر. حلو الكلام. يساوي. يلا يا عظيم. قا تحافظ على الإشارة. موجب يبقى الناتج موجب. جميل. اشتقاق الزاوية بيطلع بره. اشتقاق التلاتة س بتلاتة. اشتقاق الخمسة ميت بصفر. حلو كده. قلنا ضبط الإشارة واشتقاق الزاوية. فضل المرحلة الثالثة اشتقاق القا قافظة. اشتقاق القا ايه؟ قافظة. طب ادي القا وادي الظا. مستر هو انت بعدتهم عن بعض كده ليه؟ عشان الزاويه تنزل زي ما هي. مش احنا قلنا الزاويه لا تتاثر بالاشتقاق؟ يبقى هنزل الزاويه اللي هي القوس ده كله 3 س زائد 5. 3 س زائد 5 بس كده يا جميل. تم الاشتقاق وانت سايب ايدك. تخاف من القا والقتا ليه يا؟ ما تخافش، انا في ظهرك ما تخافش. تعال نشوف مساله كمان. يلا بينا. صاد تساوي س أس 4. عادية س أس 4 ما فيهاش مشكلة. زتا عادي يا مستر. الزتا قابلة للاشتقاق ولا فيها جدول متطابقات ولا أي حاجة. قابلة للاشتقاق. طب ومال؟ يلا نشتق يا بطل. الدالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها دال صاد على دال س. مشتقة صاد بالنسبة لس تساوي. يلا يا دكتور. س أس 4 اشتقاقها 4 س تكعيب. زتا فيها حرف تاء يبقى تعكس الإشارة تخلي الموجب تبقى سالب. اشتقاق الزاوية بيطلع بره. اشتقاق الخمسة س تكعيب 15 س تربيع. الاثنين مشتقتها بصفر. اشتقاق الزتا بقتا تربيع. والزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. بس كده. ايه الحلاوة دي؟ ده الموضوع طلع بسيط جدا يا مستر. الموضوع بسيط جدا يا ولاد وما فيهوش ازمات خالص. الازمة بتحصل امتى؟ لما ندخل بقى الكلام ده مع المشتقات العليا، المشتقة الثانية والثالثة والحتة الملخبطة دي. تعالوا بقى يا شباب نشوف
لما ندخل الدوال المثلثية مع المشتقات العليا، لا المشتقة الثانية والمشتقة الثالثة، ده بقى اللي هو الجزء اللي يخصنا. احنا كنا بندرس الدوال المثلثية علشان نربطها بالمشتقات العليا اللي احنا درسناها المحاضرة اللي فاتت. يلا تعال نستعين بالله ونشوف بقى الحتة الجميلة دي، حاجة كده ايه تستاهل بقك. يلا ايه ده، شاي خلص؟ يلا قوم اعمل واحدة كمان، قوم اعمل لك واحدة شاي كمان. 50 الشاي بتاعتك، قلمك، آلتك، كشكولك، هتحل قبل مني. توقف الفيديو تحل قبل مني وتغلط ما يهمكش، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، على قد محاولاتك ومعافرتك مع المسألة على قد ما هتتعلم. مفيش تعلم بيجي كده على الفاضي. مفيش حاجة اسمها هنام واصحى اقوم احمد زويل، مفيش ده. مفيش حاجة اسمها اصل نام وارتاح يأتيك النجاح، ده مش موجود يا حبيبي. ده في الجنة حضرتك بقى ان شاء الله، اللي هو نام بقى واطلب واتمنى واقعد وتهنى. انما في الدنيا ربنا قال عنها ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. كبد يعني شدة المعاناة، انت قاعد بتعاني، انت بتعافر. طب يا مستر ما انا بتعقد. تتعقد ليه؟ انت كل غلطة بتغلطها بتاخد عليها حسنة. ايه ده؟ اغلط واخد ثواب؟ ايوه، مش انت قاعد بتتعلم؟ مش انت حاطط في نيتك انك بتتعلم عشان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة؟ امال ايه؟ هو احنا بنتعلم كده وخلاص؟ ده احنا بنتعلم رياضيات وبنتعلم فيزياء وبنتعلم كيمياء، وهدفنا ابعد منهم بكتير. هدفنا ربنا، هدفنا الجنة، هدفنا الجنة. يلا بينا. صاد بتساوي 2 ج س. طب ما هي الجا قابلة للاشتقاق. جتا س جتا س، مقلب عارفه بتاع حاصل ضرب دلتين. طب يلا يا بطل واحدة واحدة علينا كده، عشان المسألة دي هتاخد في اختصاراتها شوية حاجات لطيفة. فإن صاد زائد ايه؟ مين دي؟ مين دي؟ المشتقة الثانية لصاد بالنسبة لس تربيع. كده نتعلم نرسم الخط. أنا عايز أعلى مشتقة عندي المشتقة الثانية، لازم أفكر بالعقل. ماشي؟ مش بمشط رجلك، فكر بالعقل. أنا عايز المشتقة الثانية، يبقى أنا هعمل إيه؟ هجيب المشتقة الأولى وارتب، وبعدين اشق تاني وارتب، يطلع المطلوب. بس خلاص، يبقى الستبس بتاعتي واضحه. اعلى مشتقه عندي الثانيه، يبقى انا هجيب المشتقه الاولى وارتبها واختصرها، واجيب المشتقه الثانيه وارتبها واختصرها، الاقي المطلوب طلع من غير ما نعمل اي مجهود. انا بس دماغي مرتبه، دماغي متكلفه شويه شاي وورقه وقلم. يلا يا دكتور، يلا نشتق. صاد يبقى المشتقة ده صاد على د س تساوي 2 ج س. يلا نشتق. جا بتحافظ على الإشارة، مشتقة الزاوية 1 في 2 ب2، مشتقة الجا جتا س. خلاص، ناقص. الحق يا مستر، ايه في ايه؟ مخضوض ليه؟ ده حصل ضرب دلتين يا مستر، دي الدالة الأولى ودي الدالة الثانية وبينهما في غير مكتوبة. طب ومال؟ دي بتخوف. بس اصلها جايه بعد ناقص يا استاذ. طب ومال؟ ما تفتح لها قوس عشان ما تتلخبطش. مستر انا بعرف اضرب السالب في كل النواتج من غير ما افتح قوس. يبقى توكل على الله، لكن خايف افتح لها قوس. ليه؟ عشان ما تغلطش. مشتقة الأولى 1 في الثانية كما هي جتا س. ما هو 1 في جتا س بجتا س، زائد مشتقة الثانية بروبوم بروبوم. مش الجتا بتعكس الإشارة يا مستر في الاشتقاق؟ أيوه. يعني أنا دلوقتي الزائد دي هتتحول لناقص؟ أيوه، عشان الجتا بتعكس الإشارة في الاشتقاق، يعني دي هتبقى ناقص.
مشتقة الزاوية 1، مشتقة الجتا جا س. ادي مشتقة الثانية في الأولى كما هي س. مستر الفرح ده أنا عايز أرتبه. طب ومال، فك القوس ورتبه. وأنت بتخف يبقى هتساوي 2 جتا س سالب في موجب بسالب جتا س سالب في سالب بموجب س جا س. لسه مستر 2 جتا س ناقص جتا س بجتا س واحدة، ومال يبقى ده صاد على ده س بتساوي 2 جتا س ناقص جتا س بجتا س. حلو. زائد س جا س. والله مكسفك س جا س. مستر دي أجمل صورة للمشتقة الأولى. جدع يا بطل. ادي اجمل صوره للمشتقه الاولى. جبنا المشتقه الاولى ورتبناها وتمام التمام، بس هو طالب مني المشتقه الاولى. لا يا مستر ده عايز المشتقه الثانيه. يبقى بعد ما اشتقنا الاولى ورتبناها واختصرناها وروقنا عليها احلى حاجه، يلا نشتقها مره اخرى. يلا يا باشا نشتقها مره اخرى، ولا بنخاف ولا بنتهدد، نشتقها كمان مره. يبقى دي المشتقة الأولى، لما اشتقها تبقى د 2 ص على د س تربيع تساوي جتا اشتق سالب ج. يلا اشتق س جا س. مستر هو احنا اشتقنا س جا س دي النهارده؟ لسه مشتقين. يلا بينا نشتقها. مشتقة الأولى 1 في الثانية كما هي كاسي زائد مشتقة الثانية جتا س في الأولى كما هي بس جتا س. أهي جتا س في س. ودي هتترتب منين؟ يا عم الحاج سالب جا س وموجب جا س دول طاروا مع بعضهم. يلا في داهية. إيه ده؟ يعني دلوقتي المشتقة الثانية د 2 ص على د س تربيع طلعت بتساوي س جتا س. ايوه يا سيدنا. ادي المشتقة الثانية فأجمل صورها. ادي المشتقة الثانية فأجمل صورها. انا كده جبت المشتقة الثانية يا مستر. هل ده المطلوب؟ لا يا مستر، ده هو عايز المشتقة الثانية مضافا اليها صاد. طب ومال؟ ما تيجي نكتب الصاد ونكتب المشتقة الثانية ونختصرهم مع بعض. ادي المقدار اللي هو طالبه مننا. تعالى نرفع الشاشة شوية، خلي المقدار بس اللي قدامنا. ادي المقدار اللي هو طالبه مننا اهو، عشان ما حضرتك ما تتوهش مني. المقدار ايه يا باشا؟ صاد. يلا نجيب قيمة صاد من رأس السؤال. قيمة الصاد كانت بكام؟ الصاد بتساوي، هنشيل الصاد دي ونحط قيمتها كل دي اللي هي 2 جا س ناقص س جتا س. حلو الكلام؟ ادي الصاد. بدل الصاد دي نزل الزائد ده يا مستر. عيني يابا، ادي الزائد ده يا حبيبي. مستر شيل بقى المشتقة الثانية وحط لي قيمتها. والله مكسفك س جتا س. يلا اختصرها انت بقى. حاضر. سالب س جتا س وموجب س جتا س دول طاروا مع بعض. يلا في ده. اللي فاضل الله، ده ما فضلش من قيمة المقدار يا مستر غير 2 جا س. 2 جا س بس هي اللي فضلت. 2 جا س هي اللي فضلت. حصل. يبقى قيمة هذا المقدار طلعت بكام يا بطل؟ مستر قيمة المقدار طلعت ب2 جا س. بص على اختياراتك هتلاقي فيها اختيار 2 جا س، تقوم مختاره وخلص. ايه ده؟ يعني انا هحل المسألة دي كلها علشان اختار اختيار؟ ايوه، ما هو الاختيار اللي انت بتظلله ده يا ابني يا اما عليه درجة يا اما عليه درجتين. ممكن يكون تقديره درجة واحدة، ممكن يكون تقديره درجتين. درجتين يعني تلتين في المية من مجموعك، يعني 66% من مجموعك. احنا مش بنهزر.
واخد بالك؟ مسألة محترمة. لا وريني واحدة تاني، وريني واحدة تاني يكون برضو فيها المشتقة التانية والكلام المجعلص ده. طب تعالى، ولا مجعلص ولا حاجة، تعال. ايوه وقف ليه؟ طب بس بتزعل ليه؟ بتزعل، اصبر اصبر اصبر. تعال. صاد بتساوي جسيم. عايز ايه؟ عايز المشتقة الأولى تربيع ناقص صاد في المشتقة الثانية بتساوي كام؟ يا دي الحزن المغلي، وانا هحل دي ازاي؟ لا بالراحة ما تخافش، دي سهلة خالص، دي بسيطة جدا. اهدى بس كده وتعالى نرسم الخطة. هنرسم الخطة ازاي؟ يلا تاني. هندور في المطلوب على أعلى مشتقة موجودة. دي المشتقة الأولى. طب ودي المشتقة الثانية، يبقى أعلى مشتقة موجودة الثانية. يلا نرسم خطتنا عشان ما نتوهش من بعض. أعلى مشتقة موجودة الثانية، اديني الخطة. مستر هجيب المشتقة الأولى وارتبها، وبعدين أجيب المشتقة الثانية وارتبها. يظهر المطلوب من غير ما ابذل مجهود، او يبقى في تعويضه قد كده، فسوه صغيره كده. يلا بينا نجيب المشتقه الاولى ونرتبها، وبعدين نجيب المشتقه الثانيه ونرتبها. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الصاد، يبقى المشتقه بتاعتها د صاد على د س يا بطل بتساوي مشتقه الجاء جتا س. سهله دي مستر، بس دي ما فيهاش اختصار. ان شاء الله ما كان فيها يا بنت خالتك. خلاص هي كده المشتقة. اشتقها تاني؟ يلا يا بطل اشتقها تاني. د 2 صاد على د س تربيع بتساوي مشتقة الجتا سالب جا. عظمة. كده انا جبت المشتقة التانية ومترتبة جاهزة. يلا بقى نجيب قيمة المقدار. فاكر بنعمل قيمة المقدار ازاي؟ المقدار اللي قدامنا ده نعوض عن كل حاجة فيه. يلا نعوض عن المقدار يا باشا. ادي المقدار. المقدار كان عبارة عن ايه؟ المشتقة الأولى د صاد على د س. أنا بكتب لك المقدار أهو اللي أنت عايز تجيب قيمته. عليها إيه من بره؟ تربيع. ناقص الدالة الأصلية في المشتقة الثانية. ده المطلوب بتاعك يا عم الدكتور. طب يلا نعوض فيها مستر سوا. يلا حبيبي، ولا بنخاف ولا بنتهدد. هنشيل المشتقة الأولى ونحط قيمتها. قيمتها كانت إيه؟ جتا س. طب ده عليها تربيع، يبقى دي جتا تربيع س ناقص. هنشيل صاد ونحط قيمتها من رأس السؤال. قيمتها جا س. قيمة الصاد بجا س في. هنشيل المشتقة الثانية ونحط قيمتها. المشتقة الثانية قيمتها سالب جا س. مش عارف ارتبها مثل. يا عم هو انت كنت ضربت الاول؟ مش في ضربه اهو، مش سالب جا في سالب جا. اضرب دي الاول وبعدين قول لي مش عارف ارتبها. خايف ليه؟ يلا بينا. الجتا تربيع نزلت زي ما هي يا استاذ. حاضر. ادي الجتا تربيع والله ما كسفك. سالب في سالب بموجب. جا في جا بجا تربيع. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. جا تربيع زائد جتا تربيع بكام يا عبقري؟ بواحد. يا نهار ابيض، دي طلعت سهله قوي. يعني انا هشيل دي كلها واقول بتساوي واحد صحيح. يبقى قيمه هذا المقدار طلعت كام؟ واحد صحيح. بس خلاص خلص. ايه الحلاوه دي؟ دي سهله خالص. ما هو انت لما تركز كده وتهدى والله هتلاقي كل حاجه سهله. انت بس مستعجل. انت عايز تمسك الواجب تك 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 خلصت. لا، استمتع. تمام؟ بالراحه كده وعلى مهلك، واستمتع وانت بتحل تفاضل. التفاضل متعة. متعة الرياضيات في التفاضل بصراحة في فرعين كده وانت بتحلهم بتحس بالعظمة. التفاضل والديناميكا. فرعين كده وانت بتحل المسألة تحس انك عظيم. تخلص المسألة كده انا بطل، انا عملت اللي ما بيتعملش. يلا مسألة كمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده يا مستر؟ يا لهوي، ده شكل المسألة يجيب تبول لا إرادي. يا عم انت خايف ليه؟ انت خايف؟ احنا اتفقنا بقى. يلا الطريقة بتاعتنا طريقتنا ثابتة خالص. أي مسألة في المشتقات العليا هنبص على المطلوب، نشوف أعلى مشتق، نرسم الخطة في دماغنا وننفذها. تمام؟ يلا بينا نبص على المطلوب. صاد تكعيب في د صاد على د س. دي المشتقة الأولى ودي المشتقة الثانية. دي المشتقة الأولى بس عليها من فوق تربيع. حلو. يبقى أنا معايا كده مشتقة أولى
ومشتقة تانية. مين الأعلى؟ التانية. ارسم خطتك، الستبس بتاعتك. هنجيب المشتقة الأولى ونرتبها، ونجيب المشتقة التانية ونرتبها. يا إما هيظهر المطلوب، يا إما هيبقى في تعويضة بسيطة كده وتخلص الحوار. يلا يا بطل، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب المشتقة الأولى. يلا يا عمنا نجيب المشتقة الأولى، ولا بنخاف ولا بنتهدد. المسألة بتقول 2 ظ س بتساوي ص تربيع. طيب يلا نشتق. والله يا مستر الظا اشتقاقها سهل، الظا بتحافظ على الإشارة، ومشتقة الزاوية 1 تطلع تتضرب في الاتنين باتنين زي ما هي. مشتقة الظا بق تربيع. بارك الله فيك يا أخي س تساوي. ده بقى اشتقاق ضمني يا مستر. طب يلا يا ابني وريني الهمة. 2 ص بس ايه يا مستر؟ ما هو الأس نزل اتضرب في العامل والأس نقص يا ودي صاد، ده اشتقاق ضمني، يبقى لازم تقول فيه ده الصاد على ده السين. ايوه 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 ايوه، اصل كنت نسيتها، غلطتك عشان ما انتش مركز معايا. سيب بقى اللي في ايدك وركز معايا بقى. اهي الدال صاد على درسين دي كانت هتوديك في داهيه. يلا ننضفها. يلا حبيبي مستر، الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي. ما تروح يا بنت خالتك. يبقى اللي فاضل معاه مستر دلوقتي ق تربيع س بتساوي 2 صاد. الاتنين طارت مع الاتنين، يبقى فاضل صاد بس في دال صاد على دال س. جدع مستر، ممكن اطلع الدال صاد على دال س دي لوحدها عشان ابقى عارف قيمتها؟ بس مش عشان تشتقها، عشان تبقى عارف قيمتها. يلا بينا نركنها على جنب كده. دال صاد على دال س لوحدها بتساوي ق تربيع على صاد. ق تربيع على صاد. خليك فاكر انت راكن دي ليك انت، يمكن تحتاج تعوض بيها. يمكن لو حبيت تعوض عن المشتقة الأولى تبقى جاهزة، ما حبيتش خلاص مش مهم، مركونة على جنب. مستر يلا نشتق تاني. يلا حبيبي نجيب المشتقة التانية. القا تربيع مستر ملهاش اشتقاق. تصرف ازاي لما الدالة تكون ممنوعة من الاشتقاق؟ والله يا استاذ بلجأ لجدول المتطابقات. الله ينور عليك وعلى والديك. طب يلا نروح نجيب القا تربيع دي، نشوف هنجيبها منين. القا تربيع دي هنجيبها منين؟ من جدول المتطابقات. يا جدول المتطابقات مستر اهو في قا تربيع بتساوي 1 زائد ظ تربيع. طب ما انت كده وقعت في الفخ. ليه؟ اصل الظ تربيع الاخرى ملهاش اشتقاق. الله، طبعا هتصرف ازاي؟ انا ممكن اشيل القا واحط مكانها 1 على جتا. ينفع اشيل القا واحط مكانها 1 على جتا، مفيش مشكله. وممكن اشتق القا على انها دالة برضو ينفع. مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. طب ممكن اشيل القا تربيع واحط مكانها 1 زائد ظ تربيع واشتقها برضو بدالة الدالة، برضو ينفع. كل ده صواب. هننفذ اني فيه. انا عايزك بقى تمسك كده ورقة وقلم، وقف الفيديو، حل لوحدك وانا مستنيك. تمام؟ شوف عندك 3 اجابات. ممكن تشتق القا تربيع على انها دالة، ممكن تشتق القا تربيع تشيلها وتحط مكانها 1 زائد ظ تربيع، ممكن تشتق تشيل القا تربيع وتحط مكانها القا بتساوي 1 على جتا، يبقى 1 على جتا تربيع وتشتق 1 على جتا تربيع. هتفكر ازاي؟ معاك 3 سكك. وقف الفيديو، حل بالثلاث طرق وانا مستنيك. شوف اني فيهم هتسلك معاك، وبعدين تعالى نكمل الفيديو. عملت ايه؟ والله يا مستر انا جربت ال3 طرق. ما انا جربت معاك، جربت زيك ال3 طرق. ما كنتش انت بتحل وانا قاعد فاضي يعني، انا كنت مستنيك. طيب انهي طريقه؟ والله يا مستر هو ان احنا نشيل قا تربيع ونحط مكانها 1 زائد ظ تربيع دي اسلم الطرق.
الطريقتين التانيين صواب بس مزعجين، هياخدوا وقت طويل جدا، ورقة فلوسكاب كاملة علشان نحل المسألة. طب احلها ازاي بقى بالبتاعة دي؟ انا عارف ان ناس كتير منكم خلصوها خلاص، وبدل الإجابة طلعوا 3 إجابات تبارك الله، فيكم ناس عباقرة. طب يلا نشوف الحل الأجمل. والله يا مستر أنا هشيل بقى القا تربيع دي وحط مكانها 1 زائد ظا تربيع. أنا موافق على كلامك، خليك فاكر دي هنسيبها كده على جنب لوحدها، الحتة دي كده هنسيبها على جنب لوحدها علشان هنلعب لعبة تانية. هنشيل القا تربيع س بتساوي من جدول المتطابقات 1 زائد ظا تربيع. حلو، ده قيمة القاء. جميل. من رأس السؤال، هي الظا لوحدها بتساوي كام؟ استنى كده يا مستر، ده الظا س هتساوي، نقسم على الاتنين هنا وهنا، يبقى الظا س هتساوي نص ص تربيع. جدع جدع، يعني اقدر اكتب دي يا مستر هتساوي 1 زائد نص صاد تربيع الكل تربيع. ما هي الظا الواحدة بنص صاد تربيع، يعني اقدر اقول يا مستر ان القا تربيع دي هتساوي 1 زائد نص تربيع بربع صاد أس 4. الله ينور عليك وعلى والديك، عظمة على عظمة. طب اتصرف بقى دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ اشيل القا واحط قيمتها، الاقي المسألة راقت وحلوت. دي الدماغ العالية اللي متكلفة تفاضل، اللي بتستطعم وبتتمزج بالتفاضل. يعني ده دلوقتي نشيل بقى القا تربيع دي، يلا نرجعها لاصلها. شيل القا تربيع وحط مكانها 1 زائد ربع صاد تربيع صاد أس 4 تساوي صاد في د صاد على د س. عظمة كده مستر، نقدر نشتق المشتقة التانية بكل مزاج. يلا يا بطل، أنا عارف إن ولادي ما شاء الله عبقرة، وعارف إن أكتر من 90% منكم عمل كده. تمام، يلا يا أبطال نشتق تاني يا مستر. يلا حبيبي اشتق تاني ولا أي حاجة، يلا نشتق. مشتقة الواحد 0، مشتقة الصاد ده اشتقاق ضمني يا مستر، 4 في ربع ب1 يبقى صاد أس 3 في د صاد على د س. ادي مشتقة الربع صاد أس 4. حلو، وبعدين يساوي، هنغلط؟ ابدا، ولادي ما يغلطوش الغلطة دي. في حد كان هيشتقها على انها دالة عادية، بس انا ولادي صح لي ده حصل ضرب دالتين يا مستر، دي دالة ودي دالة بينهما في غير مكتوبة، يبقى دي الأولى ودي الثانية هنشتقها بمشتقة الأولى في الثانية كما هي زائد مشتقة الثانية في الأولى كما هي. عظمة يا رجالة. يلا، مشتقة الأولى د صاد على د س في الثانية كما هي في د صاد على د س زائد مشتقة الثانية المشتقة الثانية لصاد بالنسبة لس تربيع في الأولى كما هي في صاد. مستر السطر الأسود ده عمل الأسود ده عايز يترتب، طب ومال؟ ما يلا نرتبه زي ما هو طالب، مش جبنا المشتقة الثانية لازم نرتبها. يلا يا أبطال، ده هينزل زي ما هو مترتب جاهز اهو يا مستر. ماشي، انا هكتب لك الترتيبه دي كده بلون مختلف عشان تروق على حالك. يبقى دلوقتي عندي صاد تكعيب في د صاد على د س. مستر مش دي الحته اللي هو عاوزها طرف ايمن في المطلوب؟ حصل. يساوي، عندي مشتقه اولى ومشتقه ثانيه، مين يجي الاول؟
المشتقة التانية طبعا يا مستر. خلاص تعال نجيب الحد اللي فيه المشتقة التانية ده نكتبه في الأول، اللي هو صاد في المشتقة التانية لصاد بالنسبة لسين تربيع. ايه ده بقى؟ ده اللي هو عاوزه ظهر لوحده. بركة يا اخوي. مستر عندي دال صاد على دال سين في دال صاد على دال سين، مش دي تديني دال صاد على دال سين الكل تربيع؟ طبعا اهي الكل تربيع. الله، ده المطلوب ظهر لوحده من غير ما نعمل اي مجهود. ادي المطلوب وادي الناتج في ثانية. خدت بالك؟ يبقى دلوقتي اقدر اقول لك ان اشتقاق الدوال المثلثية لما بيدخل في المشتقات العليا ما بيخوفناش، ما بيرعبناش يا ولاد. انا عندي بقى مسألة محتاجة شيء من الذكاء وكتير من التراكمي، حساب مثلثات اولى ثانوي. تعالى كده اما نبص عليها سوا. المسألة دي كتير من الطلبة حتى الشطار منهم مسك المسألة واشتق الجا وقال دي س في صاد يبقى حاصل ضرب دالتين، واشتق الجتا واشتق القوس، والمسألة عكت منه عك فظيع. طب تعال، كلمة في ودنك، كلمة في ودنك ولا اسمع الكلام. هتقول يا مستر هاخدك ونروح سنة أولى. إذا كان جا ألفا تساوي جتا بيتا. يا البتاعة دي عدت عليا امتى؟ كان معاها كمان لو ظا تساوي زطا أو قا تساوي قتا. أيوة كان اسمه إيه؟ كان اسمه إيه في سنة أولى؟ جدع يا ولد، كان اسمه قانون الزاويتين المتتمتين. لما جا تساوي جتا أو ظا تساوي زطا أو قا تساوي قتا، يبقى الزاوية اليمنى والزاوية اليسرى زاويتين متتمتين، يعني ألفا زائد بيتا بتساوي 90 درجة أو بتساوي باي على 2. قانون الزاويتين المتتامتين. والله يا مستر ما كنتش فاكره، ما انا شغلتي ان انا افكرك. امال انت بتدرس معايا الرياضيات ليه؟ عشان انا بقى راجل عجوز واجيب لك القديمه والجديده وبالراحه واقعد افهمك وعلى مهلك وبالراحه. بعد شويه تبقى انت اشطر مني، بعد شويه تجيب مجموع احسن من اللي انا جبته في ثانويه عامه، وبدل ما تطلع مدرس تطلع مهندس وتبتكر وتخترع وتطلع عالم ومحترم. بالراحة وعلى مهلك. يلا يا بطل معايا. ايه علاقة ده بالمسألة يا مستر؟ مش جا بتساوي جتا؟ انا لا هشتق جا ولا هشتق جتا. طالما جا بتساوي جتا يبقى الزاوية اليمنى زائد الزاوية اليسرى متتمتين. حصل. تصدق فعلا يا مستر؟ طب ما تيجي كده نكتبها يا باشا. يبقى انا يا مستر دلوقتي هقول له طالما الجا دي بتساوي الجتا دي، يبقى الزاوية اللي على اليمين اللي هي س صاد بتزائد الزاوية اللي على الشمال اللي هي س زائد صاد بتساوي 90 درجة أو باي على 2. الله ينور عليك وعلى والديك. والمسألة ما فيهاش اشتقاق دوال مثلثية أصلا. مستر ده عايز المشتقة الثانية والمشتقة الأولى، كده الأعلى مين؟ الثانية. هجيب المشتقة الأولى وارتبها واجيب المشتقة الثانية وارتبها، يطلع المطلوب من غير ما أنت تبذل أي جهد. يلا يا بطل، يلا نجيب والله أنا عارف إن أنت مش محتاج إن أنا أحل لك البتاعة دي. يلا نجيب المشتقة الأولى. ده حصل ضرب دالتين يا مستر. مشتقة الأولى 1 في الثانية كما هي صاد زائد مشتقة الثانية د صاد على د س في الأولى كما هي، يبقى س في د صاد على د س زائد مشتقة السين 1 زائد مشتقة الصاد د صاد على د س.
تساوي مشتقة الباي على 2 صفر. مشتقة ال90 بصفر. مستر انا عايز ارتب البتاعه دي. طب ما ترتبها وانت اتشلت. مستر دلوقتي انا عندي دي صاد ودي واحد يروحوا الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. طب ما يروحوا هم اولاد خالتك. وبعدين ممكن اخد الدال صاد على دال س عامل مشترك من دول. طب ما تاخدها وانت اتشلت يا مستر. يعني انا دلوقتي اقول بقى بالصلاه على النبي اني هاخد الدال صاد على دال س عامل مشترك، يبقى هيفضل معايا س من هنا زائد واحد من هنا في دال صاد على دال س. عظمه. ودول ممكن اوديهم بعكس الاشاره وممكن اسيبهم مكانهم. يعني ممكن اقول زائد صاد زائد واحد. الكلام ده بيساوي صفر. 100 100 زي الفل زي الفل. وانت سايب ايدك اهو. مستر اشتقها تاني بقى. يلا يا عم اشتقها تاني، انت هتخنقنا ليه؟ ده حاصل ضرب دلتين يا مستر. طب وماله يا حبيبي، يلا اشتقه. مشتقة الأولى واحد في الثانية كما هي دال صاد على دال س زائد مشتقة الثانية المشتقة الثانية دال 2 صاد على دال س تربيع يا أستاذ في الأولى كما هي يبقى س زائد واحد في المشتقة الثانية. عادي خالص. زائد مشتقة الصاد دال صاد على دال س يا أستاذ. طب مشتقة الواحد صفر يا أستاذ. تساوي صفر يا أستاذ. اشتقينا الثانية؟ يلا نكمل آخر حاجة. اشتقاق ترتيب اشتقاق ترتيب. يلا نرتب ولا أي حاجة. والله أنا عندي دلوقتي المشتقة الثانية هتتكتب في الأول يا أستاذ، يبقى هتطلع القوس ده زي ما هو أهو س زائد واحد في دال 2 صاد على دال س تربيع زائد دال صاد على دال س زائد دال صاد على دال س ب2 في دال صاد على دال س تساوي صفر. جميل. موافق. تعالى كده نشوف المطلوب. هو قيمة المقدار س زائد واحد في دال 2 صاد. الله، ده اللي أنا جبته. ده طلع لوحده. بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى حضرتك لما بتستمتع وانت بتحل انت ما بتتعبش والمسائل بتحل لوحدها وانت تحس ان انت عظيم كده. يا حضرات من فضل الله علينا خلصنا لغاية آخر المشتقات العليا متضمنة جواها اشتقاق الدوال المثلثية، وده كان ثالث فيديو لينا في التفاضل. الفيديو اللي جاي ان شاء الله بقى هتركز لي عليه قوي، لان هنعمل ايه؟ هنتعلم قوانين اللوغاريتمات واشتقاق الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية، ونبقى تممنا قواعد الاشتقاق. يبقى فاضل لنا ايه في التفاضل يا مستر؟ يبقى فاضل لنا درسين: المعدلات الزمنية ودراسة سلوك الدالة. المعدلات الزمنية فيديو كبير، دراسة سلوك الدالة هنقسمه على فيديوهين ونخلص منهج التفاضل بإذن الله. صلينا على سيدنا النبي. استودعكم في حفظ الله. الفيديو ده بقى على وجه التحديد يا ولاد هحط لكم تحتيه في صندوق الوصف تحت الPDF بتاعت قواعد الاشتقاق من اول القاعدة 1 لغاية قبل اشتقاق الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. هحط لكم كل قواعد سنة تانية، كل قواعد سنة أولى، كل المتطابقات اللي انتم محتاجينها PDF في منتهى العظمة. اطبعوه خليه معاك. كل المسائل اللي حلناها على السبورة مع بعضنا مكتوبة بالإجابة الكاملة بتاعتها للآخر. ماشي يا دكتور؟ انت مش محتاج مدرس، انت محتاج تتفرج على الفيديو، الPDF جنبك، كشكولك، قلمك، آلتك، تحل تمام التمام. لو عايز تحل واجب حل كتاب المعاصر. مش هقول لك حل الكتاب بتاعي، حل كتاب المعاصر على قواعد الاشتقاق قبل اشتقاق الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. حل كل التمارين اللي قبل كده وابعتها لي يا سيدي وانا اصححها لك، ما عندكش مشاكل خالص. السلام عليكم ورحمة الله. اشوفكم الفيديو القادم.